هاي، عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم وصفة جبارة، وصفة تنعيم وترطيب الشعر الجاف المتقصف الهايش. بصي نتيجته خيال، هتلاقي شعرك حرير حرير بمعنى الكلمة. معايا هنا 4 معالق من بذر الكتان، وده هتلاقيه عند اي عطار، ومعايا كوباية مية. بذر الكتان ده بجد سحر البشرة، بيطلع كده جل لما بنغليه على النار، بيطلع لي كده جل بحطه على شعري كماسك. طبعا بسيبه يغلي كويس جدا، وبعد كده بحاول ان انا اصفيه بمصفى. ما تصفاش كويس، جيبي شراب وصفيه. تاني مكون عندي النشا، والنشا ده بقى حاجة خرافية خرافية لفرد وترطيب الشعر. بحط معلقتين على شوية مية وبسيبه لما يتقل على النار وباخده. بقى عندي هنا جل بذر الكتان، وادي النشا بيديني المكون ده لما بيطخن. ادي المكونين ضربتهم في الخلاط مع بعض، بذر الكتان الجل اللي طلع لي يعني، واللي هما النشا لما تقل بمعلقتين، يعني هما معلقتين نشا بشويه ميه بس. انا ما عملتش حاجه يعني، سبتهم يتخنوا على النار، وهاخدهم هما الاثنين واضربهم واحط لهم بقى المكونات اللي هتزود التنعيم والترطيب. حطيت هنا زيت لوز حلو، وهحط كمان جليسرين علشان الترطيب بقى والتنعيم، والشعرية كده تبقى متغذية. وهحط كمان زيت جنين القمح، ده بيعيد بناء الشعراية وبيخليها كده ناعمة قوي. زيت الجرجير عشان نطول بقى، وزيت الجوجوبا برضو ترطيب. انا بديكم ميكس زيوت، ما عندكيش ما تحطيش الا زيت زيتون. زيت الارجان برضو عشان ترطيب الشعراية، وزيت بذر العنب ده علشان بيعيد انبات الشعر، وكمان بيدي سماكة حلوة للشعراية. طبعا انا ما عنديش كل الزيوت دي، ما تتعبيش نفسك، شوية زيت زيتون او شوية زيت جوز هند هيأدوا الغرض، او الزيت اللي بيرتاح عليه شعرك. المهم ان بذر الكتان والنشا دول اكتر مكونين هم اللي هيعيدوا صدقيني بناء شعرك. هيخلي الشعرية كده تتخن، بدل ما هي رفيعة ومتقصفة هتتخن، هيديها ترطيب، هيغلف الشعراية ويخليها ماسكة نفسها فما تقعش. وصدقوني كمان هينبت شعر. الماسك ده صدقوني كأنك عملتي جلسة ترميم في الكوافير لشعرك، بأمانة مش بقول كلام وخلاص. أنا فعلا حسيت إن شعري اتحول من أول مرة، يعني انت هتلاقي نتيجته من أول مرة، مش مع كذا مرة، من أول مرة. تخيلي بقى مع التكرار، يعني أنا بقولك هنا من 3 مرة هتلاقي بقى النتيجة الخرافية، لكن من أول مرة صدقيني نتيجة خيال، نتيجة حقيقي. أنا حسيت إن شعري اتحول. شعري أنا عشان بصبغه كتير فشعري بينشف. الماسك ده انا حسيت ان انا عملت جلسة ترميم في البيت، رطب شعري وحسيت ان هو حلو قوي. طب هعمل ايه؟ الوصفة دي كلها على بعضها انا هضربها في الخلاط وهحطها على شعري حوالي ساعة. عايزة تسيبيه ساعتين اوكي، وبعد كده هتغسليه بطريقتك العادية جدا، شامبو وبلسم وحمام كريم. اي شامبو وبلسم وحمام كريم شعرك بيرتاح عليه. وانصحك حمام الكريم سيبيه على شعرك شويه، يعني مش 10 دقايق زي ما بيبقى مكتوب على العلبه. انا ممكن اسيبه نص ساعه او ساعه. وساعات بعمله البروكاب اللي هو بالحراره. ما عندكيش بروكاب، هاتي فوطه سخنه، يعني فوطه كده حطيها في ميه مغليه واعصريها كويس جدا ولفيها على شعرك بعد الماسك، وسيبيها على شعرك كده 10 دقايق ربع ساعه، يكون شعرك امتص. لان احنا عارفين ان كل ما الشعر بيبقى دافي او سخن، المسام بتبقى واسعه بتاعه الشعرايه وبتمتص اي ترطيب. وبعد كده بنشطفه ميه فتره علشان نقفل على الترطيب ده ونحبسه. طب غسلتي شعرك بعد الماسك ده، انا بنصحك ان انتي تريحي شعرك شويه من الحراره وتلفيه اللفه الدوامه العاديه جدا ببلسم او ليف ان، او شوفي شعرك بيرتاح على ايه، او اعملي ميكس بينهم هما الاثنين. وصدقوني هتدعولي على الماسك ده. انا متاكده ان انت هتقولي لي في الكومنتات انت عملت لنا جلسه ترميم في البيت للشعرايه اللي كنت ممكن اقصها واتخلص منها. Where are you buying from now? I always buy from Alibaba.com, where I get great deals at factory prices. Alibaba.com.
Yes, let me show you. Alibaba.com is an excellent one-stop purchase platform where you can find any goods you are looking for. Global purchases at wholesale prices and local after-sales service. Merchants now use Alibaba to